عليكم السلام، اهلا بيك. استاذ محمد ازيك؟ اتفضل يا فندم. ازي اخبارك؟ ازيك يا عمور؟ اهلا بيك يا حاج باشا، ازي ازي حضرتك؟ حالك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم تمام. نبدا يا عم شويه، اصبر واسمع. نبدا شويه من ورا. قول. قلت لك مبارك مش هيكمل في خطوط حكم. انت وحيد اللي بتتوقع. ايوه، لا مش حبيبي. بتوقع، عشان بس ايه، بص يا عمرو، انا زعلت منك المره اللي فاتت لما قلت لك عن موضوع الاخوان، قلت لك بتوقع، مفيش توقعات. ماشي؟ ومشي مبارك وجمال، قلت لك الاخوان يا عمرو مش هيكملوا سنه في الحكم. قلت لي صحيح. وقلت توقع، قلت لك ايه توقع دي؟ ايه في حد بيتوقع؟ والتوقع بيطلع 100%. اسمع يا عم، والحمد لله مشوا قبل السنه بساعات، مظبوط؟ طب وايه اللي هيحصل بعد كده؟ اقول لك بقى عشان اريحك. ايوه. اريحك كمان سبب من عند ربنا على السيسي، عشان الشعب يرتاح والامه كلها بسبب من عند ربنا ترتاح. اللي جاي يا عم ان شاء الله باذن الله رئيس جمهوريه من الجيش، فريق على المعاش. فريق على المعاش. فريق على المعاش. ماشي؟ عشان الناس ما تحملش الفريق السيسي اكتر من اللازم. الفريق السيسي هو في الواجهة صحيح، بس الناس ما تحملوش اكتر من اللازم. فريق على المعاش. فريق على المعاش. في كام فريق على المعاش؟ في كام بدون فريق على انتخابات. المعاش؟ بدون انتخابات. بدون صندوق انتخابات ان شاء الله. ان شاء الله. الله، يعني انت نفسك ان ده يحصل يعني؟ لا دي حقيقة، انا بقول لك معلومة، انا ما بقولش توقع. لا 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 لا، انا بقول لك انا مجربه من ايام مبارك. لا ايوه، ايام مبارك قلت لك معلومة، ايام الاخوان قلت لك معلومة، الوقت سبب من عند ربنا بفضل الله بقول لك معلومة. فريق اول من غير انتخابات. فريق من الجيش من غير انتخابات. ومفيش مجلس شعب، ايه رايك بقى؟ كمان مفيش انتخابات مجلس شعب، ما عادش في مجلس شعب للابد، ايه رايك؟ للابد؟ للابد في مصر، وده قرار طب متاخد. يبقى في مجلس فريق اول من غير انتخابات. فريق من الجيش من غير انتخابات. ومفيش مجلس شعب، ايه رايك بقى؟ كمان مفيش انتخابات مجلس شعب، ما عادش في مجلس شعب للابد، ايه رايك؟ للابد؟ للابد في مصر، وده قرار طب متاخد. يبقى في مجلس للابد؟ للابد في مصر، وده قرار طب متاخد. يبقى في مجلس شورى. لا سيبك مجلس شورى ولا مجلس شورى، اذا كان مفيش مجلس شعب يبقى في مجلس شورى. طب انت شرفك بالحاجه دي يا استاذ لا، عمر؟ لا لا محدش ما يسألني. تسالش وحيد. انا هقول لك واسمع، ولو عايز أقول لك بعد كده واسمع. اسال، بس ما تقوليش مين اشتري. اللي بيقول. طيب ده وحيد ده من ايام جمال مبارك. تمام. ندخل بعد كده يا عم. ندخل ايه بقى؟ ده احنا خرجنا. مفيش دستور، هتمشي بالدستور القديم. مفيش دستور. مفيش دستور، لا وهنمشي ولا بالدستور تبعية القديم. ولا الكلام الفاضي. والرئيس اللي جاي فريق على المعاش. لا بدون ومفيش انتخابات. انا بقول لك معلومه دلوقتي سبب من عند ربنا بفضل الله سبحانه وتعالى. هنمشي باللي فات بتاع مرسي ولا اللي قبل اللي قبليه؟ اخر انتخابات في مصر كانت بتاعت مرسي، وانا قلت لك الكلام ده قبل كده. اخر واول انتخابات تمت في مصر هي بتاعت مرسي. قلت لك مفيش معلومه، مفيش يا عمرو. البلد دي ماسكها ناس محترمه جدا، والله العظيم، وما يصحش ان هم يظهروا على الساحه ابدا. عشان يعني هيبقى دستور 2012 ولا 71؟ نعم يا فندم. انهي دستور هشتغل بيه؟ هتشتغل بالدستور القديم اللي هو اكيد 71. لان مفيش دستور هيتعمل. تمام. وبعدين مفيش سيسي، مفيش برلمان، مفيش دستور. مفيش. تمام. وبعدين مفيش سيسي، مفيش برلمان، مفيش دستور. مفيش. تمام. وبعدين مفيش سيسي، مفيش برلمان، مفيش دستور. مفيش مجلس شعب للابد ان شاء الله بفضل الله. مرحبا فيه. انا بص يا عمرو، انا بقول الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بقول معلومه وليست توقع ولا تخمين. انا بفضل الله سبحانه وتعالى بقول معلومه. ندخل في معلومه ثالثه مهمه يا عمرو. اتفضل يا فندم. نتكلم عن الاخوان. ماشي. الاخوان هيسكتوا. اولا الايام اللي جايه دي هيقتحموا السجون، وانا كراجل مسؤول في الدوله هشوفه واسيبه. عشان ايه؟ عشان يخرج المتعوس اللي كان ماسك الدوله، ياخدوه يسفروه بره، والخمسه بتوع مكتب الارشاد. فانت بتقول لي ان الاخوان هيقتحم السجون ويهربوا مرسي بره ويهربوه مصر؟ فتوان خاص بره. انا بقول لك معلومه، ويهربوه. انت عارف ليه؟ مش انتوا عايزين اهو خدوه موتوه بره، ولانهم هياخدوه يموتوه بره وهم عارفين هيموتوا مرسي بره زي ليه. الحمد لله عشان ما يموتش هنا في مصر وتيجي امريكا والناس يوقفوا لنا في البحر. انا بقول لك دي معلومه، واخد بالك؟ بس انا سايبك حط ايدك في جيبي وهسيب تاخد اللي في جيبي، عشان اساسا ايه؟ اقضي على كل بعد الموقف ده، اقضي ان شاء الله على كل الجماعات الاسلاميه بالكامل، وما عادش يبقى لهم ذكر في الدنيا. لو حد انت بتشتغل ايه؟ لا ماليش دعوه، بقول لك يا عمرو
بلاش اسئله اكتر من لازم. احنا اسال في مجال الحديث بتاع السياسه. ده هو ما سالش غير السؤال ده. لا ما يبقى اتصل بيا يا عم، ما التليفون عندك هناك. بقول لك يا استاذ ادي احنا قاعدين زي ما قلت حضراتكم هتشوفوا اشياء غير عاديه، غير عاديه. خلينا نطلع فاصل. انا بقول لحضراتكم وانا اهو وانتوا اهو، انه حد يعمل فيديو ولا حد يعمل تسريبات حق ربنا. الناس دي لو عايزه تعمل حاجه لازم يحصل تفجير كبير قبل 25 يناير وقبل 14 و15. لازم يستهدفوا حد كبير. الناس دي لو بتفكر زي ما انا شايفهم، زي ما احنا قريناها، زي ما ليلتها انا قلت لكم بكره في مظاهره وبكره البلح هتبقى 3. انا كلامي مع كبير البلد. ببلاوي ملوش دعوه. ببلاوي مديهول لنا كده سند باج، روحوا فرغوا فيه، يقعد الاعلام يقول والببلاوي ومش الببلاوي وزياد بهاء الدين ومصطفى حجاج، كل ده ملوش لازمه خالص، ولا معنى ولا انا افهمه. ليه؟ لان هم كمان ما بيفهموش الكلام ده. هم مش عايزين الببلاوي، وهيحاولوا يفرقعوا وزاره الدفاع، وهيحاولوا يقتلوا السيسي، وحاولوا يقتلوا السيسي فعلا. انا بقول اهو، وانقل عني